بعد ما نادي برشلونة تأسس سنة 1899 كرة القدم بقت حديث الساعة في أسبانيا، خصوصا في أسبانيا إن كان بيجي لهم أخبار دايما إن إنجلترا فيها منافسات قوية جدا والبطولات اللي فيها مولعة نار، والأسبان شايفين إنهم مش أقل من الناس دي وممكن يلعبوا أحسن منهم كمان. وما كانش في نادي في أسبانيا واقف على حيله غير برشلونة. في ليلة سنة 1902 في محل قماش معروف اسمه كابريتشو، أصحاب المحل أخين خوان بادروس وكارلوس بادروس، والاتنين جايبين أصحابهم اللي بيقفوا معاهم في المحل بالليل، زي أي شاب كده يكون واقف في محل ويجيب أصحابه بالليل ويقعدوا يناموا مع بعض على خلق الله. بس بصراحة كانوا كلهم بيتكلموا في موضوع واحد بس، على الرياضة الجديدة اللي اسمها كرة القدم دي واللي بيحصل في إنجلترا والمنافسات اللي بتحصل في إنجلترا، وإن النادي الجديد اللي اسمه برشلونة ده واخد العين شويتين وكلهم بيتكلموا عليه إن هو بيلعب كورة حلو جدا. راح عم خوان واقف مرة واحدة وسط أصحابه وأخوه وقايل بأفوارة شديدة: يا جماعة احنا لازم نعمل نادي كرة قدم يمثل مدينة مدريد وكلنا نتجمع فيه. واقفة واللي هي دي. راح واحد من صحابه راح ناحيته كده وقال له: يعني انت من برشلونة واخوك من برشلونة وعايزين تعملوا نادي في مدريد؟ يا نهار اسود، يعني انت عايز تفهمنا يا مصطفى ان اللي اسس نادي ريال مدريد اصلا من برشلونة من كاتالونيا؟ اه والله يا صديقي هي دي الحقيقة. للاسف مش هقدر اضحك عليك واعمل سسبنس اكتر من كده واقول لك ايوه اللي اسس نادي ريال مدريد الاتنين من برشلونة، والكلام ده موثق في الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد. بس خد في بالكوا حاجة، الشلة اللي كانت قاعدة دي كلها ما كانتش عايزة تعمل النادي عندنا في برشلونة، لا بالعكس absolutely. هما كانوا بيحبوا كرة القدم فعلا وعايزين يلعبوها وينافسوا فيها ويكبروا فيها. وعايز اقول لكم ان العلاقة ما بين برشلونة ومدريد ما كانتش متكهربة زي دلوقتي كده، كان هدفهم في التوقيت ده بريء جدا، اللي هو يا جماعة انا عايز العب كورة، طب يلا نأسس نادي. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ ساعتها الاخوان كارلوس واخوان عرفوا ان في شباب بيلعب كوره وجاي من انجلترا وعملوا فرقتين عايزين يمثلوا مدريد، مش نادي رسمي، لكن الفرقتين انفصلوا عن بعض. فقرر خوان واخوه ان هم يلموا شمل الفرقتين دول ويعملوا نادي مدريد اف سي، مدريد لكرة القدم، سنة 1902. خوان وهو اخوه بعد ما اسسوا النادي لقوا نفسهم من ذوي الاملاك ولقوا نفسهم قاعدين مع رؤساء اندية تانية وبيأسسوا بطولة اسمها كاس التتويج بمناسبة تتويج ألفونسو ال13 عرش أسبانيا، والبطولة دي اتسمت دلوقتي كاس ملك أسبانيا. واشترك في البطولة ساعتها 5 نوادي بس: برشلونة، أتلتيكو بلباو، ومدريد فوتبول كلوب اللي هو ريال مدريد حاليا، واسبانيول ونيو فوتبول كلوب. واشتركوا في البطولة واللي كسب البطولة في الآخر أتلتيكو بلباو أساسا. وفي سنة 1920 قرر ألفونسو ال13 إنه هيشجع النادي ده وهيسميه ريال مدريد النادي الملكي. علشان ما اطولش عليكم تعالوا نعرف ازاي ريال مدريد بقى نادي القرن ووحش اوروبا، وعمل ايه بعد سقوط اوروبي مدته 32 سنة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. تعالوا نبدأ من على اسم ناس كتير عارفاه على انه ملعب مش بني ادم، وهو سانتياغو برنابيو. سانتياغو ابتدى كلاعب، بعدين بقى إداري في النادي، بعدين بقى مساعد مدرب في النادي، وفجأة جت الحرب الأهلية الأسبانية من سنة 36 لسنة 39 والنادي فلس بسبب الحرب وما بقاش فيه موارد خالص. عمل حملة تبرعات وهو ذات نفسه كمان اتبرع لإحياء النادي مرة أخرى. وفي سنة 43 انتخبوا سانتياغو برنابيو إن هو يكون رئيس نادي ريال مدريد، وقرر يبني ملعب للنادي وهو ملعب شمارتين الجديد اللي تحول دلوقتي لاسم سانتياغو برنابيو. بالرغم ان اول بطولة دوري اسباني اقيم من سنة 1929 لحد اول بطولة دوري ابطال اوروبا 1955 ريال مدريد كسب 4 دوري اسباني بس. 4 بس؟ والله 4 بس. 26 سنة يا المرنجي تاخد فيهم 4 دوري بس. الحاج سانتياغو برنابيو كان عنده حل وحلم وفي نفس الوقت طمع كروي. تاريخيا يا جماعة ده أول بني آدم طماع في كرة القدم، كان عايز يكوش على كل حاجة. قال لنفسه: هو أنا ليه مبقاش كبير القعدة بتاعت كرة القدم دي؟
فكر الحاج عبد الغفور البرعي بس في كرة القدم. السلام عليكم يا حاج. فقرر يجيب أجمد لعيبة كرة القدم في العالم وخصوصا بره أسبانيا. مين أحسن لاعب في الأرجنتين؟ دي ستيفانو؟ هاتوا هو العيال. مين أحسن لاعب في المجر؟ بوشكاش؟ هاتوا هو العيال. مين كسب الكرة الذهبية؟ الفرنسي ريموند كوبا؟ هاتوا هو العيال. مين أصلا أحسن لاعب في أسبانيا؟ باكو خينتو؟ هاتوا الاكل زي الفل هنا. كتيبة الناس بتسمع عنها لكن ما شافتهاش لايف زي ما بنشوف دلوقتي. جت صحيفة ليكيب الفرنسية وقررت تعمل بطولة تجمع فيها الأندية الأوروبية وتسميها كأس الأندية الأوروبا سنة 1955 وهي دوري أبطال أوروبا. راح عم سانتياغو قال لك يعني اللي ياخد البطولة دي يبقى كبير أوروبا؟ هذا هو ذوقي. صحيفة ليكيب الفرنسية بما إنها مؤسسة بطولة كأس الأندية الأوروبية اللي هي دوري أبطال أوروبا دلوقتي قررت ترسل دعوة لنادي ريال مدريد للمشاركة بصفته بطل الدوري الأسباني، وإن الراجل اللي اسمه سانتياغو برنابيو ده جايب لعيبة جامدة جدا ممكن تعلي من اسم البطولة. كانت يا جماعة ساعتها البطولة من 16 فريق بنظام خروج المغلوب زي الكاس كده، فاللي بيخسر بيخرج، يعني 4 ماتشات يا معلم وتلاقي نفسك بطل أوروبا. راح الحاج سانتياغو الطماع قرر إن هو يستولى على البطولة دي لمدة 5 سنين ورا بعض، بالرغم إن في سنتين من ضمن ال5 سنين منهم دول ما كانش بطل الدوري، لكن كانوا بيستدعوه ليه؟ علشان هو حامل اللقب. فبسم الله الرحمن الرحيم كده أول 5 بطولات من دوري أبطال أوروبا كانت باسم ريال مدريد، عشان كاتب التاريخ ساعتها ما يعملش حاجة غير إن هو يعمل كوبي بيست مش أكتر. وقفوا يا مدحت. وقفوا. يعني باختصار ربا يا صديقي بقت ملعب ريال مدريد، لكنه لم يعلم إن فرحته لم تكتمل. أصل كرة القدم ما فيهاش خلود، هي مش زيطة يا حاج سانتياغو. كل الفرق الأوروبية الكبيرة بقت عينيها على البطولة دي، خصوصاً بنفيكا، الميلان، انتر ميلان اللي أخدوا البطولة دي لحد 66 قالوا له بس اقعد بس شوية واركن واهدى شوية. الحقيقة ريال مدريد دحر معاهم شوية وأخد منهم يعني بالخناق كده بطولة أوروبا سنة 66 وبقى عنده 6 بطولات دوري أبطال، لكنه بعدها سقط سقوط ذريع مدته 32 سنة. هيطلع لي واحد مدريدي دلوقتي يقول لي يعني انت يا مصطفى عايز تقول لي ان الريال قعد 32 سنة ما ياخدش دوري ابطال اوروبا؟ ده بياخدها دلوقتي كل سبت وثلاث. اقول له والله يا صاحبي ده التاريخ مش انا، خش موقع ريال مدريد نفسه هتلاقيه مكتوب كده. بس خد في بالك حاجة، 32 سنة سقوط اوروبي فقط، 32 سنة من الصراعات داخل اسبانيا السياسية ما بين مدينة مدريد وما بين مدينة برشلونة وما زالت مستمرة لحد دلوقتي. فقرر الصراع ده يتنقل للكورة ويسمى الكلاسيكو. فرقتين لمدة 32 سنة ولحد دلوقتي وأكتر بيدبوا في بعض. ابتدى التاريخ يكتب إن في قوتين عظمى في الدوري الأسباني بيتخانقوا كل سنة مع بعض ويلعبوا بعض من ماتشين ل3، وعندهم أحسن لعيبة في أسبانيا والعالم كله والعين كلها عليهم هم الاتنين. بالرغم ان الفترة دي تسمى سقوط ريال مدريد التاريخي، لكن تعال اقول لك ان ريال مدريد حقق فيهم 25 لقب. ده سقوط ايه ده يا باشا؟ ده احنا نتمنى كلنا هذا السقوط كده. خد الدوري الاسباني 15 مرة، كاس ملك اسبانيا 5 مرات، كاس السوبر الاسباني مرتين، كاس الرابطة الاسبانية خده مرة واحدة، وخد بطولتين اوروبيتين كده اللي هم كاس الاتحاد الاوروبي مرتين. يعني حتى في فترة سقوط ريال مدريد المشهورة كانت برضه العين عليه تسويقيا، وده اللي كان عايزه سانتياغو برنابيو زمان كده وحصل. لحد هنا اقدر اقول لكم يا جماعة ان الجزء الاولاني من حلقة ريال مدريد خلص، ونشوفكم الاسبوع اللي جاي في الجزء الثاني وعودة عملاق اوروبا. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات الاندية اللي انتوا بتشجعوها وحابين نعمل عنها حلقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم مصطفى الدالي في حكاية نادي، اشوفكم على خير، سلام.